تخيل راسك واقف قدام المراية، كتقاد حوايجك، كتشوف في عينيك وكتقول راسك انا واجد. ولكن منين كتخرج للزنقة كلشي كيتبدل. هذاك اللي كان واثق من راسو قدام المراية ولا كيقلب على الكلمات ديالو، كيوزن خطواتو وكيمثل ضوء الشخص اللي خاصو يبان مزيان. واش هادي فعلا ثقة ولا غير تمثيل متقن كديرو باش الناس ما يشوفوش الفراغ اللي فيك؟ في هذه الحلقة غنقربوا من مفهوم الثقة بالنفس، ولكن ماشي بالمعنى السطحي ديال كون قوي وصافي. غنشوفوها كمنظومة كاملة، بناء عنده واجهة كتبان الناس ولكن عنده ساس كيتخبى تحت الارض. وغنفهموا علاش الصورة الخارجية ديال الثقة ضرورية، ولكن علاش كتولي فارغة وخطيرة إلا ما كانتش مربوطة بجذور داخلية حقيقية. نبداو بالحاجة اللي كيشوفوها الناس، الثقة الخارجية. الثقة الخارجية هي لغة. الجسد ديالنا كيهضر قبل اللسان. ملي كتقاد الوقفة ديالك كتحل كتافك وكتهضر بواحد الرزانة. انت هنا ماشي غير كتحاول تقنع الناس، انت كدير واحد العملية سميتها التغذية الراجعة البيولوجية. بمعنى أن وضعية الجسم ديالك كترسل إشارات للدماغ اللي الوضع آمن. هاد الواجهة هي اللي كتخليك تواصل، هي اللي كتخليك دير بلاصتك في هاد العالم الصاخب. هي مهارة كنطوروها بالممارسة، ولكن هنا فين كاين الفخ اللي كيتيحوا فيه بزاف. فاش كنركزوا غير على هاد المهارة كنوليو بحال هذاك اللي كيزوق الدار والساس ديالها هش وضعيف. فاش كتكون الثقة ديالك خارجية فقط كتعيش في رعب دائم، رعب باللي لقيناه غيطيح في أي لحظة. وهذا الرعب هو اللي كيوصلنا للمرحلة الثانية من الرحلة ديالنا، للبلاصة اللي كيسكن فيها الأمان الحقيقي. هنا غنهبطوا للثقة الداخلية. هذه ماشي مهارة كتعلمها، هذه عقيدة كتعيش بها. الثقة الداخل هي المسافة اللي كديرها بين النتيجة وبين قيمتك. خليني نشرح لك. الشخص اللي ثقته داخلية ملي كيسقط في امتحان أو لا كيخسر في شي حاجة وكيفشل فيها كيحزن، كيتألم، ولكن ما كينهارش. علاش؟ حيت عارف الفشل حدث ماشي تعريف، والامتحان غير تجربة ماشي حكم نهائي على شكون انت. الثقة الداخل هي القبول الذاتي، هي ملي كتصالح مع فكرة بلي راك إنسان ناقص، بلي راك تقدر تخاف وتقدر ترعد وتقدر تغلط. الشخص الواثق داخليا هو الوحيد اللي عنده الشجاعة يقول ما عرفتش في وسط مجمع ديال الخبراء. هاد السكينة هي اللي كتعطيك واحد المناعة ضد أحكام الناس. هاد الحكم اللي كيهمك فعلا هو اللي كديرو على راسك ملي كتكون بوحدك. دابا يمكن كتسول راسك، ولا كانت هاد الثقة الخارجية هي كل شيء، لاش لايقة ديك الواجهة والزواق؟ والجواب هو أن الإنسان بطبيعته كائن كيعيش في وسط مجتمعات. الذهب اللي هو الثقة الداخل إلا بقى مدفون في الأرض وما عندوش طريقة باش يبان عن طريق الثقة الخارجية، ما غيستفد منه حتى شي واحد. وهنا كنوصل لأجمل نقطة في حلقة اليوم، اللحظة اللي كيتلاقاو فيها هاد جوج عوالم. كاين واحد المفهوم في علم النفس سميتو التطابق. هو ملي كتولي الواجهة ديالك، الحركات ديالك، هضرتك والثبات ديالك كتعبر بصدق على داك الشيء اللي كاين لداخل. تخيل معايا شحال غتكون مرتاح ملي ما تبقاش محتاج تبذل مجهود باش تبان واثق، حيت اصلا انت واثق. ملي كتولي هذيك الثقة الخارجية هي غير ترجمة للسلام اللي داخل. هاد المرحلة هي اللي كتعطينا الهيبة الحقيقية. الناس كيحسوا بالصدق، كيحسوا باللي هاد الشخص اللي قدامهم ما كيمثلش، باللي واخا يغلط راه باقي رزين، واخا يتوتر راه باقي حقيقي. هاد الحقيقة هي اللي كتجذب الناس وهي اللي كتحلك الابواب المغلقة. في الاخر بغيتك تعرف باللي الثقة ماشي محطة كنوصلوا ليها وارتاحوا، هي تمرين يومي. بني الساس ديالك لداخل بانك تكون رفيق براسك، تقبل الضعف ديالك قبل القوة، وقد الواجهة ديالك بانك تواجه المخاوف ديالك كل نهار بخطوة صغيرة. ما تبقاش تسنى حتى تحس بالكمال عاد تبدا،
بدا دابا بهاديك الرعدة اللي فيك وبهاداك الشك اللي في عقلك، حيت في وسط الطريق غتكتشف باللي الثقة الحقيقية هي ملي كتكون انت بكل بساطة بلا زيادة ولا نقصان. شكرا حيت كنتي معايا في هاد الجلسة. تهلا في الحقيقة ديالك قبل ما تدير الواجهة. نتلاقاو في الحلقة الجاية.